مسافره بكره، يلا نصبغ شعري. فاكرين من سنه لما حطيت لكم صبغه على الستوري وقلت لكم تفتكروا ايه اللون؟ معظمكم قال احمر عشان ده الصبغه اللي انا صبغت بيها شعري بعديها، بس الصبغه ما كانتش احمر، الصبغه كانت كحلي. وبما ان الازرق الغامق اكتر لون عجبني على شعري، يلا نجرب صبغه كحلي. تو ذا سالون. جينا والراجل ما كانش موجود، شكرا يا احمد. فهنرجع بالصبغه عادي جدا البيت ونعمله لنفسنا عادي. بما اننا في الثلاث ايام البيض قررت ان انا هقص شعري، هقصه بعدين هروح اصبغه بعدين هعمله لنفسي لفه. سامر بيقص لي شعري. اديت سامر الحريه الكامله ان هو يعمل اللي هو عايزه في الشعر، فربنا يستر وهنشوف بقى ريزولت. انا عمري في حياتي ما شفت حد بيقص شعر بالاسلوب ده. انا شعري بيتقص وهو فوق، يبقى مش عارفه لما ينزل انت تختلف فعلا. هينزل تحت هو قاصد يعني. اللي علمك ده جينيوس، عبقري عبقري سامر ده. دي القصه انا يعني مش معجبه بيها، انا مش مصدقه ان انا شعري شكله عامل كده دلوقتي.